هذا البرنامج برعاية اهلا بيكم معانا في برنامجنا النهارده فاتن جنبنا. في برنامجنا بنحاول نعرض بعض القضايا ونبتدي من خلال المسؤولين والناس والضيوف اللي موجودين معانا نبتدي نعرف ايه هي حل المشاكل اللي نقدر نتكلم عليها. وبنرحب معانا الدكتور احمد ايوب. دكتور احمد ايوب دكتور علاج نفسي وصحه نفسيه وعلاج ادمان واستشاري اسري وتربوي. في مشكلتنا النهارده دكتور احمد حابين نتكلم على التحليل الشخصي والابراج. ايه العلاقه ما بين الاثنين؟ وهل انا ممكن اؤمن ان انا لو انا قريت البرج بتاعي ده النهارده يا يوم يبقى كويس يا يوم يبقى وحش؟ بصي الموضوع ده ليه ابعاد كتير. انا ملاحظ ان كل اللي بيطلع يقول لك البرج فيه كذا 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 وصفاته كذا كذا وخلاص. لكن اللي هم مش عارفينه ان الشخصيه بتفرق جدا. مش كل برج الجوزاء على مستوى العالم شبه بعض. مش كل برج الاسد على مستوى العالم. يعني هديكوا تفسير بسيط. ارياف المنصوره، واحد برج السرطان مثلا، ارياف المنصوره زي اللي موجود في الشرقيه، زي اللي موجود في القاهره، زي اللي موجود في امريكا؟ لا طبعا، اكيد من مكان لمكان بتفرق البيئه والتربيه والكلام ده كله. دي الشخصيه مكونه من كذا حاجه، مش حاجه واحده. الاسره، التربيه، العوامل الوراثيه، تمام، المستوى التعليمي، الخبرات والثقافات، تمام. البرج بيساوي قد ايه في الشخصيه؟ بمعنى حوالي 30%. 30% بس. يعني الصفات دي بتزيد او بتقل مع اختلاف دول كلهم. يعني اب وام اللي هي العوامل الوراثيه. اب مثلا شخصيته مسيطر قوي بيدي قرارات، وام حنينه، غير ما يكون اب حنين وام مثلا حنينه او متسلطه. طب ما ده هيفرق في العيل اللي هيكبر بعد كده هيكون شخصيه. طيب ممكن ده يبقى هو نفس شخصيه واحد برضه بنفس اسره تانية مختلف تانية، ده في ارياف ابوه وامه مثلا فلاحين او جهله ما عرفوش يربوه، فبالتالي طلعت شخصيه ايه مثلا نرجسيه قوي. تمام. هل كل مثلا جوزاء نرجسي زي جوزاء مثلا حنون؟ لا. طيب اللي انا عايز اقوله ان الصفات البرجيه بتتغير. مش لازم انا اقول ده برج الجوزاء انا ابعد عنه، لا. ادي فرصه ان اعرف الشخصيه دي، لان الشخصيه دي مختلفه عن الشخصيه دي خالص. احيانا يا دكتور احمد حد من الوهله الاولى انا بشوفه اقول لا الشخصيه دي انا مش عارفه اتعامل معاها، فده فعلا بيأثر على دي نقطه ثانيه بقى خالص. دي مالهاش علاقه في التحليل النفسي ولا ليها علاقه بالابراج ولا ليها علاقه بايه؟ بالارواح. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ارواحا مجنده، من تآلف منها ائتلف ومن تنافر منها اختلف. صحيح. تمام. فالروح دي مش متناسبه مع دي. الروح دي مالهاش علاقه بان من اول واحد كده دي طاقه وارواح. اكيد. تمام. فاللي انا عايز اشرحه الصفات البرجيه بتزيد او بتقل مع العوامل التانية في الشخصيه. مش اي شخصيه زي بعضها. صحيح. زي ما انا شرحت تاني واكرر علشان بس الناس تستوعب. المجتمع يا جماعه مش فاهم. الوراثه بتؤثر، البيئه بتؤثر، البيئه والاسره، التربيه والوراثه دي مهمين جدا، اكتر من 70% من الشخصيه. طيب التحليل بقى النفسي او التحليل الشخصي عايزين نتكلم في الابراج بتاعتنا، وهل اعتقادنا ان ده فعلا بالنسبه للايمان لا احنا بنؤمن بالله. اكيد طبعا. تمام. ناحيه الطاروت اللي انتوا بتشوفوها في الجرام ده غلط. تمام. ليه؟ لان دي حاجه اسمها الفلك مقسم لكذا نقطه. اللي هو الهندسه الوراثيه، وابتدي يتكلم في التحليل النفسي والكلام ده كله. والنقطه الثانيه الايه؟ الطاروت ده انا ماليش علاقه بيه. هي احنا تنجيم والناس بيتعلموها في لبنان وغيره وفي اوروبا. احنا مالناش علاقه بده خالص. ايوه تمام. احنا ناس مؤمنين وناس مؤمنين بالله، مالناش علاقه بده. لان برضو الحاجات دي بناء على اجتهادات النجم ده راح فين وراح لبيت ايه في البرج ده، مالناش علاقه بيه. لكن انا بتكلم على التحليل النفسي. التحليل النفسي للبرج ده اكيد موجود. هنجيب بناء عليه دراسات. حضرتك برج الاسد مثلا؟ انا برج الاسد. حلو. برج الاسد تمام. بيجيبوا 10 اشخاص ويجيبوا اختبارات نفسيه ودكاتره واجهزه
وبعدين يطلعوا يسالوه بعد اسئله، وبالتالي تعمل ان برج الاسد ده شخصيه قياديه، شخصيه ملتزمه جدا في الشغل، عايزه تجتهد جدا جدا، عايزه تثبت ذاتها، الكلام ده كله ده بناء عليه دراسات. يعني خلال التحليل النفسي اللي حضرتك اجهزه ودكاتره وطلعوا من خلالها ان البرج ده بيأثر بكده. تمام درسوه علشان يطلعوا الصفات دي كلها. صحيح. طيب لو ناخد بقى برج تاني كده من الابراج، احنا عندنا 12 برج. طبعا ممكن نقول برج يعني الجوزاء. زي ما انا قلت لك ان هي البرج ده بيساوي 30% من الشخصيه. تمام. مش كل الشخصيه. بس في عوامل ثابته، يعني برج الاسد مثلا من الشخصيات القياديه، برج الجدي مثلا من الشخصيات العمليه جدا، يحب حتى الناحيه العاطفيه اكتر من الناحيه الرومانسيه، ودي برضو عايزه افسرها. العاطفه دي بيتاثر بالدموع، يشوف فيلم او تتقال له قصه يعيط ويتاثر قوي، يضحك قوي بشهقه قوي. لكن الرومانسي او الشخصيه الرومانسيه يحب الكلام قوي، او تحب الكلام قوي، تحب الذهب، تحب الشوكولاته، مالهاش علاقه. العاطفه مع اي حد ومع اي شيء، يا ضحك قوي يا اما دموع قوي. صحيح. ففي فرق ما بين الشخصيتين، العاطفيه او الرومانسيه. تمام. لو نتكلم عن العذراء مثلا او القوس، دول شخصيه رومانسيين جدا، بيدوروا طول حياتهم على الحب، العذراء او القوس. السرطان او الحوت او العقرب اللي هو الابراج البحريه عاده بيفكروا حتى هم نايمين على طول. حتى هم نايمين بيفكروا، تحس ان هو جهاز استخباراتي، يركب الكلمه على الكلمه عشان يطلع له جمله عشان يحلل موقف او شخصيه معينه. جميل. ده الابراج البحريه. الابراج الناريه مثلا لو نقدر نقول زي الميزان مثلا، شخصيه قماصه تمام، لكن عاطفيه بشكل غير طبيعي، حنونه بشكل غير طبيعي. برضه الثور من الشخصيات الناريه. الثور مثلا عنيد، ما عندوش تفاهم. صحيح. تمام. زيه زي الجدي، حتى لو جيت بقى لاحظتي الجدي دايما برضه عنيد، ممكن تشوف 2 جدي من حيوانات بتاثر. والله قريبين من بعض في الشخصيات، في الصفات يعني الحوت مثلا برج ماء، زي ما قلت لكم بيفكر وحتى هو نايم. تمام. برج الحوت بيتميز برضه بالعاطفه، وبيدور طول حياته على انا موجود، الانا. تمام. والسرطان نفس الكلام، بس ممكن يتنازل عنها في صيغه بقى حاجات ثانيه. بتفرق برضو ان هو مثلا لو حد عنده اسره وبيت، الصفات دي ممكن تغلب، ان هو ممكن لو في عنده صفه قويه جدا يتنازل عنها عشان خاطر بيته او علشان خاطر اسرته، ولا الصفات دي بتغلب على الاسره؟ ده في الشخصيه الحنونه اللي هي زي مين؟ زي الميزان، زي العذراء، زي القوس لما بيحب. الشخصيات الحنونه برضو الحوت لما يحب مش لاي حد. زي مثلا يعني قولي معايا الدلو يحب ذاته قوي، يحب يثبت نفسه بشكل غير طبيعي في العمل قوي، يحب يعمل اجتماعات بشكل غير طبيعي، الدلو طبيعته كده. نقول ايه تاني؟ الحمل بيتواكب مع اي حد، مرن بشكل غير طبيعي. يعني شخصيه قياديه هيعرف يسيطر عليه بذكاء. شخصيه نرجسيه مثلا هيعرف يؤلفه لغايه ما يحتويه. الحمل بيتواكب مع اي حد. قلنا الطور من مميزاته ان هو عنيد، ولكن لما بيحب بيدلق كده، ما عندوش وسطيه. اتكلمنا عن الجوزاء مثلا من الشخصيات الحنونه قوي للاسره، الاب والام او ولادهم يحنوا قوي قوي قوي. بس من عيوب الجوزاء مثلا ان هو بيتغير، ففي احيانا الناس ما بتفهموش، وهو بيتعامل باحيانا بانماط نرجسيه شويه، فعارفه ما بيكملش مع اي حد بسهوله. تمام دكتور احمد، احنا كده برضو نرجع ونفكر برضو المستمعين والمشاهدين معانا ان فعلا التحليل النفسي والشخصيه النفسيه بعيدا عن برج الافلاك والطاروت والكلام ده كله، دي حاجات ممكن نتعرف عليها. عايز اقول للمجتمع انه ادوا لنفسكم فرصه، ادوا لنفسكم للتواصل. افهموا الشخصيه اللي قدامكم، لان الشخصيه دي مختلفه تماما عن الشخصيه اللي قبليها. صحيح. تمام. ممكن تكون نفس البرج، نفس كل حاجه، لكن طب ما هو الاب والام ده هم زي بعض؟ التربيه دي زي بعض؟ لا طبعا. الدراسه دي زي بعض؟ يعني واحد درس في امريكان زي ما واحد درس في مدرسه حكومي، البيئه زي غيره. فالدراسه، الثقافه، البيئه، انا بكرر تاني علشان تفهموا الشخصيه كتيره جدا وبتختلف كتيره جدا، والتحليل بيئة. ولكن ممكن تلاقي يعني صفه مميزه في كل الابراج. زي ما قلت لك ان الحوت مثلا او العقرب مش سهلين، هو عاده عندهم حاجات كتير جدا اللي هو الابراج المائيه.
يفكروا في حاجات كتير جدا ويعملوا علاقات كتيره جدا ومش عارف ايه، وما يتلائموش مع او ما يتوافقوش مع حد معين. تمام. زي ما هذا البرنامج برعاية الابراج المائيه زي ما كنا بنتكلم ان هي ابراج عندها مميزات كتيره جدا، بس لازم حد تاني يفهمها. الابراج الناريه زي الثور زي الاسد دي ابراج او عايزين نقول يهدوا شويه يعني بلاش انفعال، لان الابراج الثور ما بينفعل بسهوله. تمام. بيعطي برضه بسهوله. الكلام ده ما ينفعش. ادي كل حاجه بتوازن. لو هنيجي نتكلم عن برج الميزان مثلا وبرج القوس او العذراء، ما تتقمصوش بسهوله. ادي لنفسك فرصه واتكلموا مع الاخرين، افهموا كويس جدا. القوس والعذراء رومانسيين بشكل غير طبيعي زي ما قلت، وانا بسميهم من جميلات النساء، لان هما بيظهروا انوثتهم. الكعب العالي، انا موجود اهو، طاولتهم موجوده. تمام. برج الاسد مثلا من الابراج، سيبك من ناحيه عمليه وسيبك من ناحيه شخصيه قياديه بتعرف تحتوي مع الاخرين وغيره، لكن برج الاسد ده فيه حنيه الامومه. برج الاسد ده فيه قياديه بشكل غير طبيعي وخلاص، بس لو خلاص جاب اخرك منه يعني خلاص جاب الاخر. برج الاسد يعني اللي انا عايز اقوله فيه صفات مميزه في كل الابراج. اكيد طبعا. تمام. فالشخصيه ليها بحر واسع. لما اجي مثلا اجي احل شخصيه بقول له والدتك منين؟ اعرف كده البيئه. عشان بناء عليها بتعرف تاسس وتعرف تعمل. لا انا بحلل البيئه اللي هو اتولد منها. طب انت ساكن فين دلوقتي؟ خلاص عرفت البيئه اللي هو ساكن فيها. حته شعبيه، حته راقيه، حته من الارياف، حته مدينه، بتفرق جدا مع الشخص. البيئه المحيطه بالشخص نفسه هي بتفرق معاه في تكوين الشخصيه. بالظبط. في اختبارات نفسيه كمان بقى. ابتدي اسال، اعرف هو بيتخذ قراره امتى، الكلام ده كله، علاقاته اجتماعيه ولا انطوائي، غيره. ببتدي افهم بعد كده البرج. ماشي، ناخد الصفه المميزه. الصفه المميزه في كل برج زي ما انا قلت لك. اكيد، بس ما يبقاش فيها قاعده اساسيه برضه يا دكتور احمد. لا هي مش قاعده اساسيه، وانا لسه كنت بقول مش شخص بس. الشخص زي ما قلت لك بسال اهو. تمام. الاب بيشتغل ايه؟ الام بيشتغل ايه؟ عشان اعرف بقى التربيه اثرت في ايه. صحيح. بس فهو ده موضوعنا، وعايز اقول ان التربيه مهمه جدا. كنت لسه نقدم بقى نصيحه للاب والام في البيت ان هم ازاي يتعاملوا مع الشخصيات بتاع اولادهم عشان يكون في نتيجه صحيحه معاهم. تمام. بص حضرتك، في قصه بسيطه بسرعه. كنت قاعد بتكلم مع واحد صاحبي، صاحبي ده يعني ابوه عنده ولاد وفي الجامعه، فبيقول لي انا موضوع العامل النفسي ده اثر فيا جدا. قلت له ازاي؟ ايه اللي حصل؟ قال لي انا حسيت ان ابني يعني انطوائي وحصلت له مشكله، قمت واخده على طول للدكتور. بقول له هو في ايه؟ هو بيتلجلج، وهو يعني ما بيتعاملش بشكل كويس. بدأ يفهمني اتعامل مع ولادي ازاي. فعشان كده انا بقول لازم 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 تتعامل مع ولادكم باحتواء وفهم. لازم تعرف عيلك ده انطوائي فعلا ولا هو عنيف، ولا هو لازم تاخد من ابنك. تخلي بالك من التصرفات بتاعت الابن. لازم مش مراقبه، ولكن مش بالضغط، مش بالاوامر، مش بالسيطره، ولكن مراقبه. اتابع ابني بيمسك الموبايل بيتفرج على ايه، بيشوف ايه، الكلام ده كله. فنصيحتي للاباء والامهات لازم تحتووا ولادكم، لازم تقربوا منهم قوي، تتكلموا مع الطفل ده. الطفل ده شخصيه على فكره. اكيد طبعا. لازم اساله واجاوبه واتكلم معاه. تمام. ما انهارهوش، ما اضغطش عليه، ما سيطرش عليه قوي، لان في الاخر هيطلع بلا شخصيه. هيطلع على حد من 21 سنه ما عندوش نطق، ما عندوش وعي. تمام. طب الضرب ده بيولد ايه؟ شخصيه نرجسيه، شخصيه ساديه، شخصيه ماسوخيه. يعني ايه باختصار عشان ما تعبش المشاهدين؟ الشخصيه الماسوخيه هي شخصيه بتتلذذ بان هي مطيعه للاخر، بتحب قوي التعريف من الاخر، بقت عندها حاله من التلذذ. انت زعقلي زي ما انت عايز وانا هعمل برضه اللي انا عايزه مثلا، ولا وبقى عندها ماشي. وبقى عندها حاله من التلذذ، التعنيف، الضرب عليها والاهانه عليها، الكلام ده. الشخصيه الماسوخيه بتحب كده، تحب ان حد يسيطر عليها.
الشخصيه السياديه او النرجسيه، ولكن السياديه بشكل عنف اكتر، بضرب اكتر واهانه اكتر، وده اللي احنا اتربينا عليه في طول حياتنا في مجتمعنا. بنضرب على طول بالخرطوم وبالشبشب وغيره على طول. المذاكره معانا شبشب، صح؟ مش الام دايما بتعمل كده؟ لا والله مش كل الامهات بصراحه. يعني بقول مجتمعنا تمام، واب يبقى معاه خرطوم والكلام ده كله. ما احنا ربنا عيلنا على الساديه، لما يكبروا بعد كده ويبقى قلوبهم مش حلوه ونفوسهم مش حلوه بسبب ان احنا ربناهم غلط. الشخصيه النرجسيه ان ما يهمنيش، انا هجيب لك فلوس وانت اعمل اللي انت عايزه، اللي هو الاب يتعامل معاهم كده صحيح تمام، ما يهموش مشاعر. تمام بس تمام. احنا في اخر حلقتنا حابين نشكر الدكتور احمد ايوب ونشكر المشاهدين على متابعتهم لينا. نشكرك يا دكتور احمد. وفي نهايه برنامجنا كانت معاكم فاتن الحسن. هذا البرنامج برعاية